أهلا بكم في صدى المشرق. بعد أكثر من 4 عقود من النزاع الذي أودى بحياة نحو 40 ألف قتيل، حزب العمال الكردستاني يتخلى عن الكفاح المسلح ويعلن حل نفسه بدعوى جاءت نهاية شباط فبراير من زعيم الحزب عبد الله أوجلان. قرار لاقى ترحيبا من الحكومة التركية ودول الجوار والاتحاد الأوروبي، كما لاقى ارتياحا في الشارع، في حين أعلن الحزب في بيان أنه أنجز مهمته التاريخية وأوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل، مؤكدا أنها ليست النهاية بل بداية جديدة. فكيف تقرأ هذه الخطوة من ناحية التوقيت أيضا، وكيف تنعكس على وضع الأكراد ليس في تركيا وحدها ولكن في دول الجوار؟ ما مصير أوجلان المسجون منذ عام 99؟ وهل يعزز هذا القرار سلطة أردوغان بعد إقصاء أبرز غريم سياسي له في اسطنبول مؤخرا؟ ينضم إلينا من بلجيكا هوشنيك أوسي، الكاتب المتخصص في الشؤون الكردية التركية. أهلا بك أستاذ هوشنيك. أهلا وسهلا. توقف أولا لو سمحت لي مع تقرير يعود بنا على سنوات النزاع بين المسلحين الأكراد وأنقرة، تاريخ حزب العمال الكردستاني وعمله على مدى 40 عاما. منذ 4 عقود تتناوب تركيا وحزب العمال الكردستاني بين النزاع المسلح ومحاولات التسوية في صراع تجذر في الجبال والمدن والسجون. انطلقت نواة الحزب من طلاب يساريين في أنقرة سرعان ما اتخذوا من الجبال ملاذا ومن البارود وسيلة لفرض الوجود. وبعد انقلاب عام 1980 فرت القيادة إلى الخارج وتحولت البقاع وسوريا إلى قواعد انطلاق أولى. وفي عام 1984 أعلن الحزب الكفاح المسلح وردت أنقرة بحرب بلا خطوط حمر. ألقي القبض على عبد الله أوجلان في كينيا بعد ملاحقة دولية، وخفف حكم إعدامه إلى سجن مؤبد، لكن صوته بقي يؤثر في التنظيم من السجن. فتح أردوغان قناة اتصال مباشرة مع أوجلان، دعا الأخير إلى وقف إطلاق النار، وسادت هدنة مؤقتة في الجنوب الشرقي، لكن تفجير سروج في عام 2015 مزق هذا المسار وأعاد البلاد إلى مربع العنف. وبعدها بدأت الدولة التركية حملة لا هودة فيها شملت قصفا جويا لمواقع الحزب خارج الحدود وعمليات برية داخل مدن تركية ذات أغلبية كردية. ومع فشل محاولات الانقلاب استغلت أنقرة اللحظة لسحق ما تبقى من النشاط السياسي الكردي داخل مؤسسات الدولة. وبعد سنوات من الإنهاك برزت مؤشرات نادرة لتغيير محتمل تصدرها نداء من أوجلان يدعو لحل الحزب، تلاه إعلان المؤتمر 12 للحزب عن استعداد لوقف القتال والدخول في مسار سياسي في أول تجاوب علني مع دعوة زعيمه. أستاذ هوشنيك أوسي، أهلا بك من جديد. 40 عاما من الكفاح المسلح إذن، و40 ألف قتيل أيضا. لماذا الآن يقرر حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح؟ سؤال مهم، لأنه القضية الكردية دخلت في المسار السياسي منذ مطلع التسعينات. أنصار حزب العمال الكردستاني وصلوا إلى البرلمان التركي ضمن حزب أردال أونولو، حزب الاشتراكي الديمقراطي. إذن الأبواب أمام السياسة كانت مفتوحة طيلة 3 عقود، فلماذا الآن حزب العمال الكردستاني يريد إلقاء السلاح؟ ولا يكتفي بذلك، إنما فرض عليه أن يحل نفسه. يعني حزب العمال الكردستاني بدون سلاح لا يشكل خطرا على تركيا، فلماذا إلقاء السلاح وحل نفسه؟ حزب العمال الكردستاني بدون سلاح ربما يفتح الأبواب والمجال أمام إزالته من لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا وفي أمريكا، ويفتح الأبواب واسعة أمام حلول أخرى
للقضية الكردية يعني بعيدة عن التوجه الأردوغاني أو توجه الدولة العميقة لحل المسألة الكردية. أصلا المسألة الكردية في تركيا غير موجودة. وإذا تابعت الآن سير التعاطي الإعلامي والسياسي مع قرار حزب العمال الكردستاني، الكل يركز على مسألة الإرهاب. انتهى موضوع الإرهاب، انتهى موضوع العنف. لا أحد يتحدث عن وجود قضية شعب يناهز تعداده أكثر من 20 مليون نسمة في تركيا. واقع الصراع، تاريخ الصراع الكردي مع الدولة التركية كان منذ نشأة الدولة، منذ 1923، حيث أن والحزب أتاتورك وعد الكرد وتنصل من تلك الوعود، واندلعت الانتفاضات الكردية منذ عام 1925 واستمر الصراع إلى 2025. والحزب قال لقد أوصلنا القضية الكردية إلى نقطة الحل. ماذا يعني ذلك؟ هل بالفعل حلت القضية الكردية في تركيا، وبالتالي ساهم كل هذا الكفاح المسلح بأي إنجازات ما للأكراد؟ على صعيد الإنجازات لا شيء يذكر. سأقول لك تصريحات أحد الجنرالات المتقاعدين في تركيا قبل يومين، هو بنفسه قال: إذا ألقى حزب العمال الكردستاني سلاحه بماذا ستتعذر تركيا وتبرر وجودها في الشمال السوري؟ بماذا ستبرر تركيا وجودها في الشمال العراقي؟ إذن سلاح حزب العمال الكردستاني طيلة 40 عاما يعني بنسبة تفوق 70% كان السلاح موجها للداخل الكردي. يعني أنا أعطيك معلومات بعيدة عن السياقات النمطية الإعلامية. إذا راجعت المصادر التاريخية التي أرخت للكفاح المسلح ولعنف حزب العمال الكردستاني، عنفه وصل إلى الأراضي الأوروبية ووصل إلى فرنسا أيضا. يعني العنف الذي استعمله حزب العمال الكردستاني ضد الأكراد كان أضعاف العنف الذي استخدمه أو استعمله ضد الجيش التركي. وبالتالي الحصيلة الآن الحزب أعلن إلقاء السلاح وهو حل نفسه. انظر إلى الجانب التركي ماذا يوجد. يعني ماذا قدمت الحكومة التركية، حكومة رجب طيب أردوغان، وهي خطوة تاريخية تسجل لرجب طيب أردوغان ولا تسجل يعني على سجل الإنجازات. والحزب تحدث عن بداية جديدة. السؤال يسأل: هل بالفعل سيكون هناك بداية للعمل الكردي بطريقة مختلفة في تركيا، أم هي هزيمة ربما لهذه القضية؟ شوفي، يعني المؤسسات الإعلامية التابعة لحزب العمال الكردستاني والمؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة تتقاطعان في مسألة يعني التوصيف التاريخي والخطوة التاريخية. يعني أنا كمراقب للشأنين الكردي والتركي منذ سنوات، يعني أنا لا أجد شيء يمكن أن يعني أرفع من توصيف هذه الحالة إلى المسألة التاريخية على الضفة الكردية. لكن على الضفة التركية نعم، من حق رجب طيب أردوغان أن يقول أنه مسألة تاريخية، لأنه أقفل ملف القضية الكردية بحل حزب العمال الكردستاني. هذا الملف الذي استمر قرنا يعني. لكن على مستوى الإنجازات لا يوجد شيء. هو فقط ماذا عن بلدان الجوار؟ هل نتوقع أن يقوم حزب العمال الكردستاني في سوريا مثلا بالمثل؟ رأينا ترحيب قائد قوات سوريا الديمقراطية منذ قليل بقرار البكك، وصفه بالجدير بالاحترام. نعم، هو يعني لا يوجد في هذا العالم أي شخص يعترض على هذا القرار، لأنه هذا العنف وهذا السلاح تضرر منه حتى مصدوم عبدي، وتضرر منه كرد سوريا أيضا، والفرنسيين سيرحبون، الأوروبيين سيرحبون، لأنه هذا العنف عنف حزب العمال الكردستاني. من الذي أدخل حزب العمال الكردستاني على لائحة المنظمات الإرهابية؟ العنف وسلاح هذا الحزب. فالكل سيرحب بهذا يعني ترك الحزب لسلاحه وحل الحزب لنفسه، لأنه يعني يخفف العبء على قوات سوريا الديمقراطية، يخفف عبئا كبيرا حتى على كردستان العراق. بغض النظر عن المواقف المختلفة من فعالية أو عدم فعالية الكفاح المسلح، ولكن اليوم هذا القرار كيف ينعكس على بلدان الجوار، على قضية الأكراد عامة في المنطقة؟
في تقديري سينعكس بشكل إيجابي. الكل مرتاح، الكرد أيضا في المهاجر وفي سوريا وفي كردستان العراق وفي كردستان الإيران، الكل سيتعامل مع هذا الموضوع بأريحية، لأنه يعني كما يقال أنه كابوس وانزاح عن الشعب الكردي. لكن العوائد السياسية، يعني ماذا قدمت تركيا في هذا الإطار لكي تحصل من حزب العمال الكردستاني على هذه الخطوات وهذه التنازلات المجانية؟ هذا هو السؤال المفتوح، والذي يعني يفترض بالدولة التركية أيضا أن تقوم بإجراء الإصلاحات. والموضوع لا يقتصر فقط أنه وضع أوجلان من السجن أو تحسين أوضاع أوجلان ووضعه تحت الإقامة الجبرية. الموضوع قضية شعب وليس قضية جماعة معينة أو شخص معين أو سياسي معين. هذا ما ينبغي للنقاش في تركيا، التركيز عليه. ماذا ينبغي للدولة التركية فعله لكي ترضي أكراد تركيا وتقنعهم بأنه هل قادر أردوغان على ذلك؟ وهذا القرار أيضا هل يعزز من سلطته بعد أن كان أقصى مؤخرا أهم غريم سياسي له رئيس بلدية اسطنبول؟ قبل فترة إذا بتتابع يعني مستوى شعبية أردوغان كانت في تراجع، مستوى شعبية حزبه في تراجع، لكن الآن هذا الإنجاز سيسجل في CV وفي ضمن إنجازات رجب طيب أردوغان، وأسهمه يعني ستذهب إلى أقصى درجة. وفي تقديري الائتلاف الحكومي القادم سيكون خليط من حزب الديمقراطية والمساواة وحزب العدالة والتنمية، بمعنى أنه الإنجاز سيكون لرجب طيب أردوغان، ومن يدري ربما ينصب نفسه رئيسا أبديا يعني على تركيا، لأنه هو استنفذ كل هذه الدورات ولديه أيضا 3 سنوات. هذه ال3 سنوات ماذا سيحقق أردوغان لنفسه ولحزبه وليس لتركيا؟ يعني تركيا تستحق أن تكون يعني دولة نموذجية في الشرق الأوسط في حل قضايا الشعوب والأقليات، لكن حتى الآن نسمع كلاما من تركيا ولا نرى أفعالا حقيقية على المستوى الدستوري. أستاذ هوشنيك أسي دهمنا الوقت في صدى المشرق كالعادة، شكرا لك على هذه المشاركة.